تونة تونة تونة، دي مش أغنية، دي حلقة مهمة جدا لازم تتابعوها. أنا كنت عايش حالة من الإبهار لما شفت 50 تونة طالعين على المركب في رحلة واحدة. علشان كده احنا خلينا المهندس كريم من فريق عمل الباشا صياد يسافر على الإمارات يحكي لنا على كل التفاصيل في رحلة ممتعة جدا. احكي لنا بقى الحكاية من الأول، من أول ما طلعت على المركب لحظة بلحظة. مبدئيا الصيد عندهم بالحي بس، مفيش حي مفيش صيد. قعدنا في القصه دي مثلا حوالي 7-8 ساعات لحد بعد الظهر وانا مش فاهم حاجه. يبدا السمك يدخل يروح جاي بالشبكه بالخيط. انا شايفك انت مصور كميات كبيره جدا من الباغه، انتوا بتحتاجوا الكميه دي كلها؟ اي كميه معانا من الباغه تاكد مليون في الميه ان هي ممكن تخلص. كده انتوا وصلتوا، الطعم جاهز معاكم، السمكه حضرت، الطير اداكوا العلامه، كل المؤشرات بتقول ان التونه حضرت. انا عاوز اعرف طريقه الصيد يا كريم، يعني طريقه الصيد بتصطادوا ازاي؟ بص، طريقه الصيد عندنا انا شفت طريقتين، انا طلعت مرتين. اول طريقه لينس عاديه، خيط 120، خيوط محمله، لازم خيط محمل وسن في اخر الخيط، ولا تقيل ولا اي حاجه خالص. اول ما بنوصل لمكان التونه المكان بينزل صلانسيه ونمشي بالراحه خالص. يلا يا جماعه، حد واقف معاه طشه، معاه الجردل ومعاه حاجه بيرمي بيها للطشه، واثنين واقفين او 3 تشك البغايه من زي ما بنشكها هنا، من عند ديلها، من عند من عند ظهرها، من عند العصا، وتروح حادف. وهو بيروح حادف وراك 3-4 طشات، زي ما بيطلع. اول ما بتمسك الميه انت ما بتلحقش تمسك الخيط. اول ما البغايه مسكت الميه، لمست الميه، على بال ما بتلم الخيط بتلاقي الخيط طار من ايدك. خناقه عايزه بقى، انت نزلت الجيم فعلا، خناقه. انت بتشد بقى خلاص الخيط 120 وما بتديش، يعني مش بتسايس، لا انت خيط محمل عشان تشد وتجيب السمكه. وهتشوف الفيديو بقى المنظر وانت بتشد، المنظر عامل ازاي. اللي شدنا يا حاج خميس ان شاء الله ان شاء الله يبات عندنا خلاص. تحيه خاصه للباشا صياد. اوزان السمك ايه بقى؟ اوزان السمك والله طلع معانا من اول 15 كيلو لحد طلعت كذا حته، يعني في 35 كيلو، جبنا 35 كيلو، بس كانت اغلب الاحجام في رينج ال 15. وخلي بالك كل ما التونه بتصغر في الحجم ده طعمها بيبقى احلى، التونه الكبيره طعمها ما بيبقاش حلو. انا بتكلم على العنف في الصيد. لا العنف ده حصل موقف، بس ده ما تصورش. الخيط مسك مع حد من الصيادين اللي على المركب ومش عارف يجيبه، لف على ايده والخيط لا هو عارف يجيبه ولا هي بتروح. وقف قال لي قص الخيط، قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي قص الخيط. رحت ماسك المقص وقصص الخيط، هو مش عارف يتحرك. السمكه تقريبا كانت جايه معرضه او حجمها كبير جدا، وقفت قصينا الخيط. تخيل. طب ايه الطريقه الثانيه بقى؟ في طريقه تانية طبعا دي، بنطلع بيبقى معانا فل وعليه خيط، بس خيوط 60 و70، خيط عادي بقى اللي هو بتاعنا. ايه اللي بيحصل؟ برضو بنرصد السمك بالجهاز، بنقف على المكان، بنبدا نشتغل. معانا حوالي 20 فل عليها خيط، نشك البغايه ونرميها، ونرمي وراها الفله، ونرمي وراها الطشه، ونمشي 5-6 متر 10 متر، نرمي فله تانية، نرمي 20 فله ورا بعض. على بال ما بنخلص الفل ده بنرجع الفله، الخيط في الاخر ملفوف على نص الفله. السمكه اول ما بتاخد الفله بتلاقي الفله وقفت في الميه. ارجع يا ابني، ارجع بالطراد بسرعه على المكان اللي فيه الفله واقفه فيها سمكه. والفله دي اللي بتعمل المقاومه للسمكه، بس ما هي بتعرفك، هي بتعملش هي بتفضل سحبها لان فله كبيره. نطلع على الفله، نسحب الفله من الميه، وابدا اشد الخيط. وهتلاقي في الفيديو برضو انا، بس دي ما شاء الله جبنا في 35 كيلو و40 كيلو، ما شاء كان الله. فيها سمك حلو قوي الطلعه الثانيه ما شاء الله. طيب المتعه نفسها، احنا هنا بنصطاد سمك كبير بس سمكه، لكن تبقى الرحله كلها شغاله على التقايل، والرحله كلها بتشد في تونه بس. هل في انواع تانية غير التونه بتخش عليكم، ولا هي الرحله دي كده تونه بس؟ هو التارجت الاسماك العايمه، احنا بنجيب ما بين الميتين. دخل علينا الماهي الحصان، بس يا ريته ما دخل طبعا، التونه ابرك لنا يعني حرام في البغايه. فلا جبنا طلعنا كذا واحده ماهي واحجام كبيره. يعني كل الاسماك العايمه، ابو شراع بقى بيجي معاك ماهي، بيجي معاك التونه الاساسي اللي انتوا طالعين عليها ده. هل بقى الرحله دي بتبقى يوم واحد ولا بتباتوا في البحر زينا؟ كانت المفاجاه بالنسبه لي ان مفيش صيد تونه بالليل، ما بيصطادوش تونه بالليل. اول ما الدنيا تليل مع اخر ضوء، سلام عليكم يلا نروح. كانت مفاجاه بالنسبه لي.
مفيش صيد تونه عندهم بالليل، تخيل. طيب قول لي بقى، انت دلوقتي طلعت الامارات لما احنا شفنا سعود وشفنا العدد الرهيب من التونه ده، قول لي استقبلوك ازاي وعملوا معاك ايه واليوم كان ماشي ازاي؟ انا عايز اشكر حد عزيز على قلبي جدا، كابتن سعود ده اخ فاضل، كرم، احترام، اخلاق، قول زي ما انت عايز تقول. ده اخويا في الامارات، وده هطلع له تاني وتالت ورابع، لان الصيد معاه موضوع تاني خالص. ده صياد محترف تونه ما شاء الله، يعني 100 كيلو و120 كيلو، عامل تارجت، بيطلع مسابقات لاعلى اوزان تونه. فحابب اشكره جدا 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 يعني. يا اخي انت شوقتنا وخلتنا عايزين نسافر كل مكان. احنا بنشكر مهندس كريم شكرا جزيلا على الرحله الجميله وعلى الفيديوهات الجميله اللي انت جبتها معاك. شكرا مهندس كريم. بشكرك جدا طبعا، وبشكر كل متابعين الباشا صياد، وبقول لهم استنوا اللي جاي احسن، واللي يشدنا يبقى انت عندنا. يبقى عندنا.